بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة بث مباشر. يا أهلا وسهلا بكم. اليوم حبينا نجرب حل الباونتي بالموز اللي مشهور بهذه الفترة. خلوكم معنا نتعرف على الوصف. كوب مبروش أو جوز الهند يتم طحنه، وربع كوب سكر كذلك يتم طحنه. بحاجة إلى موزاية أو موزايتين وقالبين نستله كاكاو، أي نوع تفضلوا. نقوم بهرس الموز بأي طريقة تفضلوها، ومن ثم نضيف المكونات الموجودة. يفضل أن يكون الموز على درجة من الاستواء عالية. ضفنا المبروش أو جوز الهند المطحون، ومن ثم السكر. حسيت به هنا الثخن، ضفت قليل من الحليب السائل. يمكن كان المفروض أن ما أضيف العلم كمية قليلة. بعد الخلط المستمر تكونت عندي شبه عجينة، لكن للأسف كانت سائلة، يعني طرية جدا. السكر الباقي حسب الرغبة بعد التذوق أكيد. طعم كان محتاج إلى السكر. سنقوم الآن بتشكيل الشكل على إصبعين المقارب إلى حلى الباونتي. على هذه الإصبعين تم تشكيلها، لكن حسيت ما زالت طرية. بعد محاولة التجميد وضعت ما قمت بتشكيله بالفريز تقريبا لنصف ساعة، وأخرجت الكمية المهيئة أو محضرة. هذا الشكل راح يكون هذا الشكل النهائي للترتيب. أكيد راح نذوب النستلة أو الكاكاو على البخار، ماء مغلي تحت الوعاء مع إضافة القطع. باستطاعتكم تخفيف الكاكاو بالزيت، ملعقة أو ملعقتين زيت لتخفيف الكاكاو. هنا بدأت النستلة بالذوبان. تقليب. بالمناسبة هذه الطريقة راح تشوفون بعد أنا أخرجت
الإناء من الفريز. صراحة طريقة فشلت، فحولناها من باونتي إلى رافيلو، وسوينا أشكال الدائرة. ربما الحليب، أو يمكن الموز، علما أن الموز كان قوي. الآن نستخدم الكاكاو المذاب أو النستل المذابة في تغطية ما قمنا بصناعته. الشكل اللي طلع 5/10. الطريقة فاشلة 100%، لكن الطعم، صدقا الطعم لذيذ جدا جدا، ويعني طريقة سهلة جدا، وكان ودنا أن تنجح مثل ما هو مشهور الآن، عمل باونتي بجوز الهند والموز. لكن الصراحة للأسف فشلت عندي. بس صراحة وصدقا الطعم كان جميل ولذيذ. بعد هذه التقليب وضعتها بالفريز، أو نضعها بالفريز على الأقل ربع ساعة، ومن ثم قمت بإخراجها وترتيبها. وهذا الشكل النهائي اللي أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسون الدعم للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.